وقلت في سري: يا كل ده بيت، إيه الجمال ده؟ وقعدنا مع باباها نتكلم في التفاصيل لحد ما جيت العروسة. كان اسمها سمر. أول ما شفتها اتغاظت قوي. بنت جميلة جدا، وشكلها رقيق، وذوقها حلو في الألوان واللبس. كنت قاعدة بغلي من جوايا ودمي محروق قوي. ده غير إنها مكملة تعليمها وبتعرف تتكلم وتفتح مواضيع. كان دمي محروق قوي لحد ما رجعنا البيت. لقيت حماتي موافقة جدا وحبت البنت قوي، وقالت سمر بصراحة بنت مؤدبة وجميلة وذكية. دخلت قلبي أول ما شفتها. وجوزي قال: فعلا يا أمي، كمان أهلها ناس طيبين وبيت محترم. ولما سألني: وانتي رأيك إيه يا رحمة؟ قلت في بالي: لو قلت لهم حاجة هيحسوا إني متغاظة منها. ورحت قلت له بسرعة: والله فعلا عندك حق، ربنا يتمم بخير. عدى أسبوع وجه أحمد فرحان قوي وقال لحماتي: باركيلي يا ماما. أهل سمر وافقوا على الخطوبة. فرحوا قوي كلهم، وأنا كنت هطق من الغيظ. وبعدها نزلنا نشتري الشبكة. اتصدمت قوي لما لقيته بيجيب لها دهب كتير قوي، وقلت في نفسي: ياه، كل ده دهب ليها؟ ده مازن اتجوزني بدبلة وخاتم. وفضلت واقفة أتفرج عليهم وأنا زعلانة على حالي وعلى حظي. شكلهم بيحبوا بعض قوي، وأنا جوزي معشتش معاه الأيام دي. وعدت الأيام وتمت الخطوبة. وأكيد مش هقول لكم إنهم عملوا خطوبة ما اتعملش زيها في البلد كلها. بعدها لقيتهم بيخرجوا كل أسبوع وينزلوا يتفسحوا في أماكن جديدة، وكل شوية يجيب لها لبس وهدايا. كنت بتفرج عليهم من بعيد وأقول: ليه دي مش حياتي؟ أنا كان نفسي قوي في كده. ليه جوزي ما بيعملش كده؟ أنا عارفة إن جوزي مش بخيل وهي دي ظروفه، بس برضو أنا ذنبي إيه؟ نفسي قوي أعيش الحياة دي. يا ريتني كنت مكانها. عيلتها أحسن من عيلتي وأغنى، وشكلها أجمل مني، وخطيبها بيموت فيها، غير إنه غني وبيجيب لها كل اللي نفسها فيه. وبعد فترة نزلوا يشتروا العفش وأنا ما روحتش معاهم. ولما الحاجة جت نزلت اتفرج على الشقة. بعد ما اتفرشت لقيتها جنة. إيه ده، حاجتهم أحسن من حاجتي مليون مرة، وألوان شقتها هادية ومريحة. دمي محروق قوي، ومش طايقة حياتي ولا طايقة جوزي لحد ما اتجوزوا. وهي سكنت في الدور اللي فوقي. وفي يوم كنا قاعدين عند حماتي، لقيناها هي وأحمد نازلين من فوق مع بعض ولابسين حلو قوي ومبسوطين. حماتي قالت لهم: العرسان رايحين فين؟ أحمد قال لها بفرحة: رايح أفسحها. وقعدوا يهزروا ويضحكوا، وأنا كنت متضايقة لأن جوزي مش بيخرجني